السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنفرجكم على فنان جديد اسمه الشيخ عبد الله رشدي. فنان بيغني أغاني عمرو دياب. كان عامل هو بث مباشر. ففي واحد بيسأله بيقول له: يا شيخ، انت بتدخل البث المباشر كل يوم يعني عشان نتابعك، انت ايه جدولك يعني وبرامجك؟ فقال له: لا والله، ده انا مشغول ومش عارف ايه. كما قال عمرو بن دياب: اغيب اغيب واسأل عليك ومش عارف، وقعد يغني له اغاني عمرو دياب. هل ده شيخ؟ ده شيخ ازهري. عبد الله رشدي ده شيخ ازهري، امام وخطيب. هل ينفع ان هو يستدل بكلامه اثناء حلقاته الدينية وبرامجه الدينية، ان هو يقعد يستدل بالفنانين اللي بيشيعوا الفحشاء في الذين امنوا زي امثال عمرو دياب؟ وقبل كده كان برضه قاعد يغني لعبد الحليم وبيستشهد باقوال عبد الحليم في مسائل دينية. عبد الحليم اللي هو المغني اللي برضه بتاع الاغاني والرقص والكلام من ده. فالنهارده هنسمعكم الفنان الشيخ عبد الله رشدي الازهري، وهو بيغني بيقول كما قال عمرو ابن دياب. يعني بيعملوا كأنه مثلا حاجة من الصحابة مثلا، وبيستدل بالأغنية بتاعته على كلام وهو في برنامج ديني. هل ينفع يا حضرات إن شيخ أزهري المفروض رجل محترم بيعلم الناس الدين يقعد يستشهد بفنانين راقصين بيشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا زي عمرو دياب، وعارفين ان هو بينشر ايه والاغاني الفاحشه اللي بيعملها، ويعني شيء لا يليق بالاسلام اصلا؟ هل ده ينفع؟ هل ترضوا بكده؟ اسمع كده هذا المقطع لعبد الله رشدي واحكم عليه بنفسك. اسمع كده. يا شيخ، بتدخل لايف كل يوم ولا ايه جدولك؟ والله بحاول اعمل ده، ومشكلتي انتظم 3-4 ايام وتيجي حاجه تشغلني اغيب. وكما قال عمرو بن دياب: اغيب اغيب واسأل عليه. كيف يعيش وبيعمل ايه؟ خدت بالك يا سيدنا؟ حضرتك سمعت اهوت. هل ده بقى جديد؟ يعني دين جديد؟ هل ده في منظومة تجديد الخطاب الديني ان الشيخ يلبس تيشيرتات ويبين عضلاته وما يلبسش اصلا العمة الازهرية، ويظهر ان هو يعني شاب علماني، ويقعد يتكلم في الدين ويستشهد بالفنانين والراقصات والرقاصين والحاجات ديت؟ هل ينفع الكلام ده؟ هل ترضوا يا شباب يا اللي مفتونين بيه وبتاخدوه قدوة ليكم على انه رجل دين صالح وكلام من ده، وترضوا بهذا الكلام بهذا الاسلوب؟ هل عمرو دياب هو دلوقتي اللي بقى دليل على الدين بتاعنا وهو اللي هيعلمنا الدين؟ عمرو دياب؟ ويقول لك عمرو ابن دياب؟ يعني حكم عقلك. انا بتكلم كلام ده للشباب اللي هم مخدوعين فيه وبيتبعوه عمياني كده، بيسحبك كالقطيع يوديك لجهنم. والسلام عليكم ورحمة الله.